السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي، قناة سماح احمد، اكلات على قد الحال. النهاردة هنعمل مع بعض قراقيش الصاج البيتي بطعم وريحة زمان، ريحة بتفكرنا بأحلى أيام. وصفة سهلة جدا ومكونات موجودة في كل بيت، مش مكلفة. تابعوا معايا الفيديو خطوة بخطوة علشان القراقيش تطلع معاكم ناجحة ومظبوطة من أول مرة. يلا بينا نبدأ، بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا. معايا أول حاجة كوباية ونص سمنة ونص كوباية زيت، ممكن تخلوها كوباية سمنة وكوباية زيت. هنرفع السمنة على النار، مجرد ان احنا نفكها بس، لان احنا هنعمل قراقيش على البارد. معايا كيلو دقيق نخلاه، معلقتين كبار سكر، معلقة كبيرة خميرة، ومعلقتين كبار سمسم، كيس فانيليا، ربع معلقة ملح، معلقتين شمر وينسون مطحونين أو مجروشين، ونص معلقة قرفة صغيرة تفرق جدا في الطعم، ومعلقتين لبن بودر اختياري. معلقة كبيرة حبة البركة هتفرق في الطعم جدا والريحة، حبة البركة دي خطيرة في المعجنات. نقلب المكونات الجافة كلها مع بعض. معلقتين كبار نشا بتخلي القراقيش ناعمة وجميلة. ننزل بالسمنة بتاعتنا على الزيت، يا دوبك فكنها بس، مش قادحينها خالص، ونقلبهم كده. وبعد كده بقى نبس كويس قوي، اهم حاجة عشان القراقيش تطلع معاكم ناعمة وجميلة لازم تبصوها كويس جدا. مرحلة البس دي مهمة، لمدة كده 10 دقايق او ربع ساعة، تفرق معاكم جدا. وبعد ما بستها كويس جدا نزلت بكوباية ونص مية دافية. احنا بقى مش هنعجن، احنا هنلم العجينة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لحد ما تكون العجينة معانا بالشكل ده لينة وجميلة. في الوقت ده بقى نريح العجينة بتاعتنا 10 دقايق بالظبط، مش هنسيبها تخمر. نغطيها ونسيبها 10 دقايق عقبال ما نحضر الصينيتين بتوعنا او الصواني بتاعتنا. وبعد ما ارتاحت وحضرت الصواني، طبعا انا مش دهنه الصاج بتاعي اي حاجه، قسمت العجينه نصين وخدت النص الاولاني وعملته بالشكل ده، فردته بالشكل ده. دي بقى اسرع طريقه لتشكيل القراقيش. بسرعه بسرعه بنفردها في الصينيه بتاعتنا وبعد كده نقطعها.
وادي بقى النص التاني برضو هنشكلهم بنفس الطريقة، هنفردهم في الصينية ونقطعهم. وبعد ما نخلص بقى تقطيع وكله نسيب بقى القراقيش بتاعتنا تخمر نص ساعة. بعد نص ساعة نكون مسخنين الفرن كويس جدا على درجة حرارة 180، وندخلهم الفرن في الرف الأوسط. تاخد معانا حوالي من 15 دقيقة ل20 دقيقة. كده بقى بعد ما خرجناها من الفرن، ايه رأيكم بقى؟ تحفة بجد. قد ايه بقى هي مقرمشة من بره ودايبة دوب من جوه. امشوا على نفس الخطوات هتطلع معاكم جميلة وهتعجبكم جدا. شايفين بقى الجمال؟ طعمها وريحتها تحفة تحفة تحفة. مقرمشة من بره وناعمة ودايبة من جوه. وبكده بقى نكون خلصنا وصفتنا النهاردة قراقيش الصاج اللي ريحتها جايبة آخر الشارع. هستنى بقى تقولوا ايه رأيكم في التعليقات، تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. وأتمنى إن وصفتي تكون عجبتكم، وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. وإن عجبتكم بقى الوصفة والطريقة ما تنسوش تعملوا لي لايك والشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا أي وصفة اقتصادية أو جديدة أنا أعملها. ولو جربتوا طريقتي وعرفوني ايه رأيكم في التعليقات. أقول لكم ايه، وصلنا للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الله.